يا صباح الفل. روشتة نفسية جديدة وهكلمكم عن موضوع مهم، موقف ضاغط بيقابل ناس كتير جدا وبيوصلوا شغلهم بسببه مرهقين وتعبانين. كم مرة بسبب السواقة وصلت شغلك مرهق، مضغوط، عايز تاخد شوية كده تلقط نفسك وتهدى عشان تقدر تبتدي شغل؟ كم مرة وصلت ميعاد وانت مشدود بسبب طريقة السواقة؟ طيب مبدئيا عايزين نتفق ان السواقة شخصيات. بمعنى ايه السواقة شخصيات؟ بمعنى ان السواقة بتعكس قيم البني آدم وطريقة تفكيره. فكتير قوي من أخلاقيات الإنسان بتبان في السواقة بشكل غير واعي على فكرة، إلا في المواقف الضاغطة. يعني احنا أكيد لو في موقف ضاغط، حد تعبان، بنلحق ميعاد، طيارة، أكيد ممكن سواقتنا تبقى شوية فيها نوع من التهور أو الاندفاع أو السرعة. بس أنا بتكلم الحالة الطبيعية. لكن لو دي حالتنا الطبيعية في السواقة، ان انا على طول مندفع، متهور، بسوق بسرعة، مشدود، انا محتاجة اراجع نفسي. الموقف ده متكرر، يعني انا كل يوم ممكن اكون بسوق، كل يوم ممكن يكون عندي مشاوير. فلو انا استمريت في ان انا بفكر بنفس الطريقة في السواقة، هوصل دايما مرهقة وتعبانة جسديا نتيجة الشد العصبي اللي انا كنت فيه. يبقى احنا محتاجين نراجع طريقة تفكيرنا في السواقة، طريقة تفكيرنا في الشوارع، طريقة تفكيرنا في الزحمة، طريقة تفكيرنا في الناس الكبيرة اللي بتبقى سايقة، الستات، سواقة الستات، الأتوبيسات. يعني هل أنا ببقى نازلة حاسة إن أنا نازلة بحارب؟ ده أنا نازلة يعني ياه، ولا نازلة اتس رايد، يعني هي رحلة. أنا على فكرة هاخد تريب كده، يعني أنا هتمشى بالعربية لو الطريق زحمة. أنا هبقى مجهزة نفسي. أولا أنا قابلة إن ممكن الطريق يبقى زحمة، قابله الناس كتير، اللي انا ان السواقه زي ما قلنا شخصيات. فبالتالي انا هقابل شخصيات كتير وانا سايقه، كاني بتكلم معاهم بس في حوار صامت، حوار تحكمه الاشارات والسواقه. فلو انا مش مجهزه نفسي ان انا هقابل كل انماط البشر، انا هبقى في مشكله. رقم 2، انا متقبله لو الطريق رايق زي الفل، يا سلام، اديني بشم هوا حلو، اديني بشوف منظر حلو لو على طريق لطيف. ولو لا، لو زحمه أو لا الدنيا حر وزحمه، مش دايما بتبقى الظروف احسن حاجه زي ما قلنا، انا هبقى مجهزه نفسي، او ان انا استغل الوقت ده في حاجه اعملها. يعني انا عارفه ان الطريق زحمه مثلا وواقف، طب ابقى مجهزه نفسي بحاجه صوتيه هسمعها، محاضره، هراجع قران، هحفظ، هسمع، يعني المهم ان انا الوقت ده هستمتع بالمناظر اللي حواليا، هعمل اي حاجه استغل بيها الوقت اللي انا واقفه فيه بالفعل. رقم 2 من الحاجات اللي بتقلل برضو الضغط النفسي في السواقه، ان انا اعمل حساب نفسي، ما اعملش حساب الناس. يعني ما اقولش هو المفروض كان يقف، هو المفروض كان يدي اشاره، طب هو ما اداش، هو ما عملش. ابقى سايبه مساحه امنه، مسافه امنه، وده طبعا يعني الناس اللي بتسوق عارفاه، ولكن بيساعدني ان انا اصلا نازله هاديه، ان انا نفسيا افكاري عن الناس وعن الشوارع يعني افكار اصلا ايجابيه. فبالتالي هتقبل فكره الغلط وارد، هي ما لحقتش تدي مثلا انتظار، هو ما لحقش يدي مسافه كفايه، فانا ودي مسافه. فبالتالي انا اعمل حساب نفسي، ما اعملش حساب الناس. حتى الحكايه دي احنا دايما نقولها، او انا دايما اقولها للناس الكبار، يا ماما اعملي حساب نفسك، ما تعمليش حساب الناس. يفرض هو ما وقفش، يعني لما تيجي تعدي الشارع مثلا، انا اول ما اشاور لهم يلاقوني ست كبيره هيقفوا لي. طب يفرض ما وقفش، هنعمل ايه ساعتها؟ فلا، اعملي حساب نفسك. ما هو ممكن يكون بياكل، ممكن يكون بيتكلم في التليفون، ممكن يكون مش باصص لك، ممكن يكون واخد سرعه عاليه مش هيقدر يفرمل. فيبقى انا اعمل حساب نفسي، تمام، لان انا باخد قرارات طول ما انا سايقه. ده جاي بسرعه، ده جاي من الحاره الشمال، ده شكله هيقف، لا انا. فانا دايما عيني مركزه، باخد قرارات بناء على اللي حواليا. فده مهم ان انا اعمل حساب نفسي، ما اعملش حساب الناس. انا اللي في ايدي القياده دلوقتي، مش هم. انا ما اعرفش هم يعملوا ايه. طيب، فده من الحاجات الهامه جدا عشان ما نوصلش مضغوطين. رقم 3، عشان ما نوصلش الشغل ونحاول نظبط افكارنا حوالين السواقه، ومن اهم الافكار الضاغطه اللي برضو بتخلينا نتنشن ونبقى واصلين مشدودين، ان انا ببقى بسوق سواقه برضو متهوره شويه. طيب المشكله فين؟ وانس ان انا نزلت من البيت، في ريسك فاكتور. ما دام انا هسوق يبقى في ريسك فاكتور.
طب تخيلوا كده لو انا نزلت بسوق عامله حساب الوقت. انا بقول في اغلب الاحيان، اكيد في ساعات ما بيحصلش دايما الظروف تبقى معانا، لكن في اغلب الوقت انا عامله حسابي على الطريق. انا عامله حسابي ان ممكن الدنيا تبقى زحمه، انا متقبله فكره وجود ناس مختلفه. لو انا نازله بالمنطق ده هقلل كتير من الريسك فاكتور ونسبه الخطوره اللي ممكن تقابلني في السواقه. ليه؟ لاني بسوق سواقه فيها تروي. وطبعا انا بكلم الرجاله اكتر من السيدات الحقيقه، لان في دراسه اتعملت واكيد انتوا سمعتوا عنها ان نسبه الحوادث عند الرجال، السواقين الرجال اكتر من السيدات. يعني احنا عارفين سواقه الستات مش محتاجه اتكلم عنها، سواقه كده فيها هدوء وفيها رويه وفيها تركيز يعني. وفي طبعا مش كل الرجاله كده، بس في رجاله كتير بتسوق بتضغط على العربيه، بتدوس على العربيه، عايزه تجيب اخرها، عايزه تجرب الموتور، بالذات الشباب، عايزه اوصل بسرعه يلا خلصوني. فكتير رجاله الحقيقه بتسوق بالمنطق ده. فمعنى كده ان في ريسك فاكتور. طب انا لما هسوق السواقه دي انا نفسي امانه، واللي حواليا واللي معايا في العربيه امانه. فانا عشان اقدر احافظ على كل ده محتاجه انا اكون شخصيا برضو يعني بالراحه وهاديه ومتفهم ان انا يعني ايه، يعني والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ولكن انا ليا ميعاد هوصل فيه. فلما انا بعمل الحكايه دي برضو ما ببقاش مضغوط قوي، برضو ببقى واصل في نسبه هدوء نفسي كبيره. طيب رقم 4 بقى واخر حاجه، السواقه دي بتسبب، ما العربيه دي اسد، تمام؟ العربيه نفسها اسد، فلوس، مش كده؟ طيب انا لما مش هحافظ على الاسد دي، ما انا هتضغط في مصاريف واصلاح العربيه. يعني الحكايه تكلفه من كل النواحي. احافظ على عربيتي وهسوق سواقه معقوله، بحافظ على نفسي وعلى عربيتي، ما هي فلوس واسد، وحافظ على اللي حواليا. يبقى الحكايه فيها مكسب من كل النواحي. بحافظ على نفسي، بحافظ على عربيتي، بوصل هادي، بحافظ على طاقتي النفسيه. دي كانت احد المواقف الضاغطه اللي بتاثر علينا وعلى صحتنا النفسيه في روشته نفسيه. دمتم بخير وسلام عليكم.